واحد قاعد مع صاحبه قال لي صاحبه والله انا عندي مشكله دايرك تحل علي. صاحبه قال له المشكله شنو؟ قال له يوم كان ناس اهلنا عندهم عرس، مشيت العرس لقيت جدي هناك قام مسكني 100 دي عرفني على 10 اعمام الكبار، قال لي ديل جد بكونوا جدودك. جدودي ديل طلعوا ناس كبار ومحرصين، بمشي يعرس بلقام بعينه لي كده بيقول لي 200 بتتزوج جايك الدور. والله يا اخو دي المشكله، بس الا قصه جايكم الدور دي اهل قاعد تعقدني. صاحبه قال له دي بس مشكلتك، والله الحل بسيط اسمع. شفت اعمامك الكبار ديل كل ما تلقاهم في عزا اغمز لهم بعينك كده ويقول لهم جايكم الدور. آدم جوا. واحد ساكن الولايات عيان عنده فقدان شهية، جاء الخرطوم يعملوا له عملية. عنده صاحبه كده بيته قبل الخرطوم بساعتين، نزل عنده يقعد معاه ساعتين ثلاثة كده، وبعدين العصر يطلع يصل الخرطوم. قاعد مع صاحبه كده قاعد منص مرة صاحبه جات له صحن كامل مليان عجوة وبستيلة كاملة بتاعت لبن، قشطهم في دقيقتين. بس صاحبه قال له يا زول انت متأكد عندك فقدان شهية ولا مرضك دش؟ قال لي اي والله فقدان شهية. بعد شوية جابوا له صينية بتاعت بوش كاربك بتاعت 4 نفر قشطها في دقيقتين بس. صاحبه مستغرب وقاعد عين للزول ده ساكت. بعد شويه جابوا لهم سيرفيس بتاع شاي وجابوا لهم بسكويت، قش السيرفيس بيه بسكويته في دقائق، واخذ له نومه كده العصر. قال ماشي الخرطوم يعمل العمليه. سيد البيت قال له اقعد لك يومين ثلاثه، قال له والله ما بقدر بطني دي ما بتخليني اكل. قال لي سيد البيت ما تخاف يا زول، بعد اعمل العمليه عندي خليه كده وقعدت بخشاه وبعد ذاك بجي بقعد معاكم اسبوع كده. سيد البيت قال له يا اخ بعد تتعالج ما تجينا اصلا الوقت ذاك بكون سافرنا. آدم جوا.